وطبعا حابة أوجه لأبوها، يعني تخيل يا أبو وتيني الهذيلي، يعني تخيل هي خافت منك أكثر من الموت يعني. فيعني أتمنى يا أبو وتيني الهذيلي إنك تفهم. طبعا خلينا نبدأ القصة. طبعا البنت وتيني الهذيلي كانت معها جوال، كانت مهربة جوال هذه المدرسة، طبعا زي أي وحدة بالثانوية، أتوقع بالثانوي بعد المتوسط بالابتدائي كذا عادتهم، بس أنا مستحيل أسوي كذا. فيلا هي هربت جوالها، ولسوء الحظ الأستاذة قالت يلا تفتيش. أنا أظافر يعني زي أي مدرسة، أظافر وجوال كذا، أشياء من الممنوعات اللي عندهم. هذه يمكن يسوون يوميا بالمدرسة، مو أحيانا يوميا. المهم وتين الهذيلي كانت خايفة وتبكي في يدها. قامت الأستاذة شافتها قالت لأمها، وهي تترجاها وتين الهذيلي، وتترجاها أنها ما تتصل على أمها أو أبوها لا تتصل. بس أهل الحظ إنه أمها كانت مشغولة، وطلع عطت أبوها. بس يعني أتمنى إنها أمها أهون يعني شوي، عشانها ما أستغفر الله. المهم بعدها وتينة الهذيلي قالت الأستاذة لأبوها من جديد، قالت إنه وتينة الهذيلي هي جابت جوالها. فجأة أبوها اليوم الثاني قاعد يهزئها، بعدين قالت أنا بروح أجيب كتابي وأجي سريع. المهم أبوها قال لها أوكي. بعدها دخلت المدرسة وراحت للسطح المدرسة، قاعدة تفتن على نفسها. يعني كيف تفتن؟ يعني أكيد تعرفونها، إنه يعني تفتن على نفسها. يعني مثلا واحدة تاكل علك، البنت الثانية تفتن عليها، تقول هذه تاكل علك كذا، بس تفتن على نفسها مو على البنات. المهم واستغفر الله، هذا شيء مؤسف. هذه أكثر قصة يعني كان ما ودي أسوي الفيديو، بس قلت عشان كذا سحبتها على المدرسة على القناة. فيس حابة أقول أوجه الأم وتينة الهذيلي وأستاذة وتينة الهذيلي اللي تواجهها بقسوة، وأمها اللي ما تهتم لها، وأبوها اللي يصرف عليها. أتمنى يعني أنتم فرحتوا على هذا الشيء، على هذه القسوة. استغفر الله العظيم. الصراحة يعني أنا صرت، أو يعني إحنا خايفين عليها، الناس خايفين عليها، وأبا وتينة الهذيلي وأم وتينة الهذيلي. يعني أنتم فرحانين على هذا الشيء، إحنا صرنا أمها، إحنا صرنا أم وتينة الهذيلي، خفنا عليها وأنتم فرحانين أن بنتكم. استغفر الله.